السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين ودي قناتي. ان شاء الله هنعمل النهاردة كشري مصري. هنا عندي ربع كيلو حمص شام متنقي ومغسول ومنقوع في مية مغلية لمدة ساعة، وبرده معايا عدس بجبة، كوباية من عدس بجبة وغسلاها ونقعاها ساعة. هنا صفيتهم ورجعت حطيت لهم مية سخنة تاني ورجعتهم على النار. هنا عندي 6 حبات من البصل الصغير، بصل ابيض مقطعاه جوانح، ضفت له معلقتين من الدقيق وشويه من الملح، رشه من الملح، وقلبتهم. وهنا جبت كوبايه من الزيت وبدات احمرهم. هنا حمرتهم. طبعا التحمير بيبقى فاتح علشان بعد التحمير بعد ما بيخرجوا من الزيت بيزيد اللون بتاعه، بيغمق. هنا العدس كان اتسلق والحمص اتسلق. طبعا انا مش هستعمل غير 3 معالق بس من حمص الشام في الوصفه دي. هنا معايا حله حاطه فيها ميه سخنه وضايفه شويه من الميه بتاعت عدس الجبه، ميه السلق بتاعت عدس الجبه عشان اسلق فيها المكرونه، وشويه ملح اللي هي الحله اللي في الخلف. هنا معانا معلقتين من الزيت، زيت تحمير البصل. احط عليهم ربع معلقه صغيره من الثوم المفروم، ده علشان احمص فيه العدس بجبه اللي انا صفيته. يبقى كده معلقتين من زيت تحمير البصل، معايا ربع معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الكزبره الناعمه، نص معلقه من الكمون الناعم، وهبدا اقلبهم. بعد كده هنضيف لهم معلقه كبيره من خل ابيض، ونقلبهم. بعد كده هنضيف لهم العدس ونقلبهم لحد كل السوائل دي ما يشربها العدس. كده يبقى احنا حمصنا العدس. ضفنا لها الملح ونقلب. انا استعملت كوبايه من العدس بجبه، وكل المكونات اللي هتيجي هتكون كوبايه ما عدا الرز، هو اللي هيكون كوبايه ونص. طبعا الوصفه دي ممكن تكفي 4 أشخاص أو 5، يعني تكفي أسرة كاملة. هنا في الحلة الخلفية اللي فيها مية مغلية ومعاها ملح، ضفت لها هنا كوباية من مكرونة القلم دي هسلقها لوحدها. بعد كده في نوعين مكرونة تانيين هضيفهم مع بعض، وفي آخر مرحلة هضيف فيها المكرونة الاسباجيتي. هنا هنوصل للتحميصة اللي احنا محتاجينها، دي بتفرق جدا في الطعم بتاع العدس، لان مش هضيفه على الرز، هيكون جنب الاكل. نفس الحلة. هنا المكرونة لو انت هتقدميها على طول هتكوني محتاجة تسويها تسوية كاملة. هنا انا كنت مش هقدم الاكل على طول، فهنا بيبقى فيها تكة شوية في المكرونايه، لان المكرونة هنا صفرة مش باينة ان فيها جزء لسه ابيض من جوه، ده عشان ياخد معاكي وقت اطول والمكرونة ما تعجنش معاكي لو فضلت لاخر اليوم. هنا خرجت المكرونة وهبدأ احطها في مصفى واحط لها شوية من زيت تحمير البصل. الزيت ده هو اللي هيفضل معانا طول الوصفة. هنا ضفت نوعين من المكرونة، مكرونة صغيرة ومكرونة وسط، واسيبهم يتسلقوا. هنا جبت 4 معالق من الزيت تحمير البصل،
اضيف لها كوباية من الشعرية وابدأ اقلبها لغاية ما تحمر، عشان هنعمل رز بشعرية مع متابعة المكرونة اللي في الخلف عشان ما تعجنش مننا. هنا بنقلب، هنا بنشوح في الشعرية لحد ما نحمرها. معايا كوباية ونص من الرز المصري مغسول ومتصفي. هنضيف له ملح بس بنشوحه الاول، نشوح الشعرية والرز مع بعض. هنا ضفنا الملح، نضيف مغرفتين من مية سلق العدس بجبة تديله تطعيمة حلو، وبعد كده هنزود مية مغلية تغطي السطح بتاع الرز، وهنتابع الرز مع التقليب. لو احتاج مية هنزود، ما احتاجش يبقى كده كويس. هنا الرز اتشرب، هغطي عليه وهدي النار عليه. في الحلة الخلفية هنبدأ نشيل منها المكرونة اللي اتسلقت. هنا قلبنا الرز تاني، اديله تقليبة، وهنا كان احتاج شوية من المية ضفته وغطيت عليه. المكرونة هنا بنضيف لها شوية من زيت تحمير البصل وبنقلبها علشان ما تعجنش ولا تحصل فيها تكتلات. كده بنحافظ عليها لاخر حبة فيها تكون مفرفرة وبعيدة عن بعضها. هنا معايا شوية من المكرونة الاسباجيتي هحطهم يتسلقوا، وبعد كده برضو هنعمل نفس الخطوة اللي هما لما نخرجها تتسلق نضيف عليها حبة من زيت تحمير البصل. هنا المرحلة اللي انا كنت قلت فيها ان انا هزود فيها شوية مية للرز. كده الرز بيتردد، وهنا عندي المكرونة اتسلقت، هنضيف لها شوية من الزيت ونقلبها. دي اهم خطوة عشان التكتلات، خطوة الزيت عشان التكتلات. هنا معايا حلة هبدأ اضيف فيها 3 معالق كبيرة من الزيت، وعليهم معلقة كبيرة من الثوم مفروم، ومعلقة كبيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. ممكن نقلل الثوم لو حابين 1 معلقة صغيرة من الثوم عادي. احنا كده بنعمل صلصة الكشري. هنبدأ نحمصهم. في المرحلة دي هنبدأ نضيف معلقتين من الخل، طبعا معلقتين كبار من الخل. معايا 600 ملي من صلصة الطماطم المتسبكة، ممكن تزودوها للتر. وهنقلبها ونضيف لها الملح، كده يبقى عندها صلصة الكشري جاهزة. هنسيبها على البوتاجاز تتسبك مع بعضها وتتجانس المكونات. بعد كده يبقى كده عندنا صلصة البيتزا جاهزة. هنا جبنا حلة فيها نص معلقة صغيرة من الزيت، هنضيف لها ربع معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ونص معلقة من الكزبرة
نص معلقة صغيرة من الكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الكمون، وحبة من الملح صغيرين. حمص الشام اللي انا سلقته هستعمله في وصفة تانية لانه مش مرغوب فيه عندنا، فهاخد 3 معالق كبار بس للوصفة، مش محتاجة اكتر من كده. وهبدأ اقلبهم في بعض، وبعد كده هضيف لهم نص معلقة صغيرة من الخل. هنا ضفت الخل. الحمص اللي فضل معايا صفيته من المية وبرد وعينته في الفريزر، هستعمله في وصفات تانية ان شاء الله. هنا بنتابع الصلصة، ولو احتاجت ملح بنزود. في نفس الحلة هنبدأ نعمل الدقة بتاعة الكشري. حطيت معلقتين كبار من زيت التحمير، واخد معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهزود عليها معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، وهبدأ اشوحه. بعد كده هضيف لها ربع معلقة صغيرة من الكمون. الكمون دايما بخليه اقل علشان ما يمررش، لان في انواع بتمرر. بعد كده هضيف نص كوباية من الخل، ممكن تزودي او تنقصي حسب ما حضرتك عايزة. بعد كده هنزود عليها كوباية او كوباية ونص من المية المغلية، وهنضيف لها الملح. هي دي هتكون مركزة جدا. طبعا انا مش بعمل شطة لان مفيش عندي حد بياكل الشطة، عشان كده ما عملتش الدقة اللي بالشطة. اللي احنا بناكله هو ده اللي انا بعمله. طبعا الوصفة يا رب تعجبكم ان شاء الله وتجربوها، واتمنى اسمع رأيكم واشوف تعليقاتكم بإذن الله. هنا هنبدأ نقدمها. طبعا التقديم بيرجع لحضراتكم. هنا قدمتها بالشكل ده. هي الوصفة ما شاء الله ممكن تأكل 4 أو 5 أشخاص كبار. هنا عندي الدقة وعندي الصلصة، سبتهم لوحدهم، قدمتهم لوحدهم. وهنا هبدأ أضيف شوية من الدقة. وأتمنى أن الفيديو عجبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.